بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأيضا كان رحمه الله تعالى يعني في مسألة الاستواء، وهذا أمر منقول عنه كثيرا ومنتشر في كتب السنة وفي مجالسهم فيما يتعلق بقضية الاستواء، وأن الله عز وجل في السماء. والعجب أن ترى من الكثير من المخالفين يقول: لماذا أهل السنة دائما يدندنون حول هذه المسألة؟ الله في السماء، ما وجدوا إلا هذه المسألة يتكلمون عنها مثلا، ولماذا يبدعون أو لا يبدعون لأجل هذه المسألة؟ ثم يقولون: لا ينبغي أن يقال أين الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال لها: أين الله؟ فأعرف الناس بالخلق وأعظمهم خشية وتقوى ومحبة لله عز وجل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سأل هذا السؤال. وكانت مسألة الاستواء من المسائل الفاصلة بين أهل السنة وأهل البدع كما في قضية القرآن الكريم. فكان مالك رحمه الله منهجه وعقيدته على عقيدة ومنهج وطريقة أهل السنة رحمة الله عليهم أجمعين. فروى الإمام أحمد بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وهذا هو معنى الآيات التي ورد فيها ذكر معية الله عز وجل للخلق، أنه مع الخلق بعلمه وهو مستو على عرشه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى في السماء، كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والنصوص الواردة في القرآن الكريم كثيرة جدا في بيان أن الله تعالى في السماء. ولما نقول أن الله في السماء ليس معناه أنه داخل، ليس معناه أنه داخل السماء، فإن الله عز وجل لا يتصل به شيء من خلقه ولا يتحد به شيء من خلقه ولا يدخل فيه أيضا أحد من خلقه، وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. كيف يكون داخل السماء وكرسيه الذي لا إذا قورن بالعرش فهو كحلقة مرماة بفلاة، والكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض. هذا الكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع القدمين. وإياك أن تتخيل أن قدم الله عز وجل كقدم المخلوق. ممكن الإنسان يتخيل الوضعية أو يدور في فكره، هذا لا ينبغي. لذلك ابن تيمية رحمه الله لما قال، وأهل السنة كثير منهم يعني يقول في قضية الأسماء والصفات، يقول لك من غير تمثيل أو تكييف. والفرق بين التمثيل والتكييف أن مع التمثيل يكون عندك المثال، فتقول مثلا قدم الله كقدم العبد، هذا تمثيل، يعني مثلت قدم الله عز وجل بقدم المخلوق. أما التكييف فهي كصورة تكون عندك في ذهنك، مثلا أنك تتخيل صفة من صفات الله عز وجل وليس لها وجود في الواقع، ليس لها وجود في الواقع، يعني كيفية تكون في مخيلتك، فتقول أن الله تعالى مثل صفة قدمه كما هو في ذهني مثلا، أو كما جال في خاطري. فأهل السنة ينفون عن هذا عن الله عز وجل وينزهونه سبحانه وتعالى عن هذا كله. من كنا وقفنا استواء. يعني الله عز وجل ليس لما نقول في السماء ليس معناه داخل السماء، ولا نقول بالقول الاتحاد ولا الحلولية، ولكن لما نقول
السماء أي على، أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، أي أأمنتم من على السماء. وهذا معروف في اللغة العربية، كما قال فرعون للسحرة لأصلبنكم في جذوع النخل. هل معنى أنه سيدخل داخل الجذع؟ أي على جذوع النخل. وكقوله تبارك وتعالى فيما يمتن به على خلقه في بيان السير في الأرض: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا تمشي في الأرض معنى كأنك تغوص في الأرض كالدودة مثلا، أبدا. فامشوا في مناكبها أي على مناكبها. فهنا أيضا قوله تعالى أمنتم من في السماء أي على السماء. فإن الله عز وجل كما ذكرنا لا يتصل به ولا يتحد به ولا يدخل فيه شيء من خلقه. وقال جعفر بن عبد الله رحمه الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله. ترى أن أهل السنة ما كان عندهم مثلا يعني تجاوز أو تساهل في المسائل العقدية، كان دائما يسدون الباب، فإن الإنسان يكفيه ما اكتفى أو ما كفى القوم. يكتفي سؤال لم يسأل الصحابة أنت لا تسأله، عقيدة لم يعتقدها الصحابة أنت لا تعتقدها، فيكفيك ويسع كما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أهل السنة يشددون في مسائل العقيدة والمسائل المتعلقة بتوحيد الله. قال: فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ على وارتفع. نعم، على وارتفع. وبعض أهل السنة يقول واستقر، على وارتفع واستقر، لكن العلو والارتفاع هو الأولى من حيث الاستعمال. ولا يقال استوى بمعنى استولى كما قالت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة عياذا بالله. إذن قال: كيف استوى؟ يعني خلاص إذا آمنت أنا أن الله عز وجل مستوٍ على العرش، فهذا وجه سأل قال: كيف استوى؟ ما كيفية، ما صفة استوائه؟ قال: فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. يعني غضب الإمام مالك رحمه الله غضبا شديدا لأجل هذا السؤال، كأنه يقول: ما رأيت الإمام مالك غضب من سؤال رجل كما غضب من هذا، غضب شديد. قال: وجعل ينكت، أو قال: فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء. علاه الرحضاء أي جعل يتفصد عرقا، يسيل العرق من على وجهه وجبهته من شدة غضبه، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، أي كيفية استوائه سبحانه نجهلها ولا نعرفها الكيفية. قال: الكيف منه غير معقول والاستواء منه غير مجهول. لأن الاستواء معلوم كما جاءت في الروايات الأخرى. لماذا هو معلوم؟ لأن الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة: الرحمن على العرش استوى. فصفة الاستواء معلومة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كيفية لا نعرفها ولا نعلمها. قال: والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب. ما دام ذكر الله عز وجل هذه الصفة في القرآن وجب علينا أن نؤمن بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لماذا كان السؤال عنه بدعة؟ لأن الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. لما نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت الآية: والرحمن على العرش استوى، في حوالي 6 مواضع أو ما أدري ولا 5 مواضع، ما جاء واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله ما معنى الاستواء؟ أو قال: كيف استوى الله عز وجل؟ يا رسول الله كيف استوى الله؟ ما صفة استوائه يا رسول الله؟ ولا واحد من الصحابة جاء فسأل.
فكان أول إنسان ابتدع هو هذا الرجل، جاء فسأل هذا السؤال وقال سأل سؤال الكيفية التي لا يجوز له ولا ينبغي له أن يفكر فيها أو أن يدخل في هذه القضية، بل يقف عند ما وقف عنده النص. ولذلك كان يقول في آيات الصفات رحمه الله الإمام مالك، كان يقول أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، يعني استوى خلاص آمن المستوى. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، نعم أؤمن بصفة النزول بثبوتها لله عز وجل، وأقف لا أزيد أي كلام ولا أفكر فيما وراء هذا. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن آيات الصفات ما تفسيرها، فقال تفسيرها قراءتها، تفسيرها قراءتها. يعني تجد صفة أو اسم في كتاب الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفسير الصفة؟ هو قراءتها. إذا قرأتها أنه يضحك الله تبارك وتعالى لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، خلاص أثبت صفة الضحك لله كما يليق به وبجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. لكن أفكر كيف يضحك أو أمثل أو كيف أو أشبه مثلا، كل هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. قال والسؤال عنه بدعة وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. أمر الإمام مالك هذا الرجل أن يخرج من مجلسه